طيب أستأذنك فضيلة الدكتور، معنا اتصال من العراق. ربما كان هناك حوار يوضح لنا هذه الفكرة بشكل مباشر بإذن الله تعالى. ناصر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. عندي سؤالين للشيخ. السؤال الأول: كيف سيعرف مهدي السنة نفسه أنه هو المهدي؟ هل يأتي بنص من الله سبحانه وتعالى أو بالشورى؟ ممتاز يا أبا زيد. انتظر. كيف سيعرف نفسه؟ هو لا يعرف نفسه. هو لا يدعو الناس إلى أنه مهدي. كلمة مهدي معناها رجل هداه الله هكذا. ولا يقول أنا المهدي، ولا يقول أنا معصوم، ولا يقول أنا كذا. لا، هو مهدي. بمعنى مهدي بمعنى ليس شخصية كما تطرحون وأنتم يا أخي من العراق، تطرحون لنا شخصية محاطة بهيلمانة وبغرائب لا، هو شخص عادي. ولا يقول أنا مهدي الذي بشر بي رسول الله. لا يقول هذا. لا يعرف أنه هو مهدي أم ليس مهدي. هو فقط مهمته يدعو الناس إلى الدين، ونحن نقاضيه إلى ما تركه رسول الله وسار عليه أصحاب رسول الله. فإذا وجدناه انحرف وظهر يسب لنا أبا بكر وعمر قلنا هذا ليس بمهدي وإنما هو شيطان. طيب أبو زيد، السؤال أيضا لك. يعني نحن نريد أن نعقد هذه المقارنة وأن يستفيد المشاهد. كيف سيعرف مهدي الشيعة نفسه؟ تفضل. مهدي الشيعة عليه السلام يعرف نفسه بالنص.